الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. طب القلوب دواءها، وعافية الأبدان وشفاءها، ونور الأبصار وضياءها، وروح الأرواح وسر بقائها. يا مساء الخير أو صباح الخير والسعادة والهنا والسرور على كل حبايبي ومتابعين الكرام اللي اشتركوا في قناتي واللي لسه كمان هيشتركوا. أهلا بكم بفيديو جديد. قبل ما أبدأ الفيديو بفكركم بالاشتراك في قناتي على اليوتيوب وتفعيل الجرس للكل عشان يوصلكم لحد عندكم كل جديد بقدمه إن شاء الله. النهاردة زي ما انتوا حضراتكم شايفين هنعمل مع بعض مربى البنجر. شايفين الجمال بتاعه، مربى حلوة جدا ومغذية وفيها كل العناصر المفيدة، واستخدميها. مش بنستخدم البنجر كتير فنستخدمها في المربى ونستفيد بيها لينا ولأولادنا. حلوة جدا. هقول لكم على الطريقة او اقول المكونات الاول قبل ما نقول طريقة البنجر هنعملها ازاي. عندي كمية البنجر اللي انا هستخدمها واقول لك انت هتستخدميه ازاي. عندي كمية السكر، كوبايتين كبار من السكر، والتحلية على حسب الرغبة. المكون بتاعي طبعا انتوا خلاص حفظتوه اللي انا بعمله في المربات، تلميع وحفاظ على المربى وقوام حلو كمان. وقلت لكم قبل كده ان انا بحط ربع كوبايه من السكر على شويه من الميه قليلين خالص واسيبهم يغلوا لغايه ما يبقى القوام معايا تقيل بالشكل ده. معايا هنا ليمونه، ذره من الملح اللي بتعادل الطعم اللي نحطها في المربات، بشر برتقان وكوبايه من البرتقان. دي كل المكونات بتاعتي. اول حاجه عملتها اخدت البنجر غسلته كويس جدا وقطعته وحطيته يتسلق، بس انا سبت الخطوه دي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. شايفين الجمال؟ سلقته وخليت الميه بتاعته زي ما هي كده بالشكل ده. كل اللي انا هعمله ان انا هحط السكر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر البرتقان وهضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني نكمل مع بعض الفيديو. قلبي رجعت لكم بعد ما ضربت البنجر بتاعي بالشكل ده. بصوا اهو، دي كل الكميه اللي معايا. طبعا هخلص كل اللي في الشفشف ده واحطه تاني برضو. عندي هنا البرتقال هضيفه عليه كده، وكمان عندي الليمون هحطه نص دلوقتي واحطه نص في الاخر. هعصر كده الليمون عليه. يلا بينا بقى عشان نرفعه على البوتاجاز ونكمل باقي الفيديو مع بعض. بصوا هنقلب كل الحاجات هنا ونرفعه على البوتاجاز. قلبي اللي مش بينسوني دايما في اللايك والتعليق الحلو من ايديهم، رجعت لكم بعد ما رفعت المربى على نار عاليه شويه، خليتها لما غلت بالشكل ده وبعدين هديت النار عليها. لسه كده كل شويه بقلب فيها واحده واحده، بس ما تسيبيهاش بقى ممكن تلزق من تحت او تتحرق عشان ما تبقاش ريحتها وحشه. كل شويه كده تقلبي فيها على نار هاديه لغايه ما تستوي معاكي. هقلب فيها كل شويه وارجع لكم تاني. كل حبايب قلبي رجعت لكم نشوف المربى مع بعض. كل شويه طبعا انا ما سبتهاش بقلب فيها على نار هاديه. في المرحله دي احنا هنشوفها، هوريكم ازاي تعرفوا انها استوت. بصوا اهي المربى كده بتاعتي استوت وتمام. انا هنا المربى بعمل فيها ايه الصراحه، انا بضربها في الخلاط. اول حاجه قبل ما اضربها في الخلاط انا هنزل هنا بذره الملح اللي هتعادل الطعم بتاع المربى. تمام كده تمام. لسه المكون بتاعي والليمون هحطهم بعد ما اضربها في الخلاط. هي كده معايا تمام. انا هسيبها لما تبرد شويه واضربها في الخلاط وارجع لكم تاني نكمل الفيديو مع بعض. يلا بقى لايك حلو للفيديو. كل حبايب قلبي رجعت لكم بعد ما ضربت المربى بتاعتي في الخلاط بالشكل ده. شايفين القوام؟ حكايه الصراحه، طعمها روعه، دقتها حلوه جدا جدا. انا الصراحه اول مره اعمل مربى البنجر. بعمل البنجر في حاجات كتير جدا جدا، بس اول مره اعمله في المربى. بس الصراحه تحفه، طعم مختلف خالص خالص عن طعمه العادي اللي ولادنا مش بيرضوا ياكلوه كده الا ما احطه لهم في اي حاجه كده ولا كده. اصلا يعني بدخله في الحاجات، لكن دي والله العظيم طعمها مختلف خالص، طعمها حلو جدا جدا. طيب يلا بقى نكمل الفيديو مع بعض. هنا في المرحله دي هنعصر الليمونه بعد ما احنا ضربناه في الخلاط. تمام كده. ننزل كمان هنا بالشربات بتاعي اللي بيلمع ويظبط المربى، وطبعا انتوا خلاص اتعودتوا على كده. ده ما اقدرش استغنى عن المكون ده. ده الجمال كله والحلاوه كلها في المربى.
بصوا بيقلب المربى شكل تاني خالص، لمعان، جمال، قوام، كل حاجة. هتاخد غلوة واحدة بس ونرجع نقدمها مع بعض ونشوف الجمال ده. يلا بقى لايك حلو بقى للفيديو. بصوا حبايب قلبي، انا رجعت لكم بعد ما خلصت مربى البنجر بالشكل ده. قولوا لي ايه رايكم بقى في الجمال ده. ولا بدخلها التلاجة ولا اي حاجه، انا بجيبها على طول زي ما هي، جبتها من على البوتاجاز عبيتها. يعني دي كمان لسه قوامها هيبقى تحفه بعدين كمان. بس انا ايه بوريكم على طول وبختم الفيديو. بصوا الجمال بقى، شايفين لونها وشايفين القوام بتاعها. بصوا قولوا بقى ايه رايكم بقى في الجمال ده، وايه رايكم في الفيديو الجميل ده. انتوا بقى اللي هتحكموا على المربى. اعملوها بقى لاولادكم، نفعوهم بالبنجر الجميل ده والتغذيه الحلوه اللي فيه. شايفين الجمال؟ لو عجبكم بقى الفيديو متنسونيش بقى بلايك حلو واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم مني كل جديد. الف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.